لو أنت جديد في أمريكا وبتسأل إزاي أعمل فلوس وأنا نايم، تعال أحكي لك السر اللي كل ما تعرفه بدري كل ما يكون أفيد لك. في الفيديو ده هنقولك على طرق خفيفة، أمثلة سريعة، وكل نقطة لها حلقة لوحدها بعدين. أولاً، قبل أي حاجة خلي معاك صندوق طوارئ صغير، وبعدها نبدأ نخلي الفلوس تشتغل لك وأنت نايم. أولاً، حساب إدخار عالي العائد تحط فيه فلوس الطوارئ بدل الحساب العادي. مثال، لو حوشت $5000 الفايدة شهر ورا شهر تغطي لك بنزين أو مصاريف بقالة بسيطة من غير ما تعمل حاجة. ثانياً، شهادة إيداع CD تكفي المبلغ لمدة 6 أو 12 شهر مقابل فايدة أعلى. مثال، $2000 في شهادة مدتها سنة، ترجع لك المبلغ وعليه أرباح زيادة آخر السنة. ثلاثة، سندات حكومية قصيرة T-bills فلوسك مع الحكومة لمدة 3 إلى 6 شهور وترجع لك بزيادة بسيطة. مثال، $1000 لمدة 3 شهور، حترجع لك مع ربح صغير وأمان عالي. 4، صندوق أسهم بيوزع أرباح Dividend ETF تشتري سلة شركات وتاخد أرباح كل 3 شهور. مثال، تدخر $100 شهرياً أوتوماتيك، بعد كام ربع تلاقي أرباح بتدخل حسابك. 5، صندوق عقاري REIT إيجار عقارات بس على الورق. مثال، مبلغ صغير في صندوق عقاري وتستقبل توزيعات دورية من غير ما تصلح مواسير بنفسك. 6، تأجير غرفة أو باركينج لو مسموح في عقدك ومدينتك. مثال، غرفة فاضية 8 ليالي في $40 في الليلة، يعني $320 في الشهر. أو باركينج فاضي يتأجر بمبلغ ثابت كل شهر. 7، مشاركة العربية على منصات التأجير تورو لو عندك عربية مناسبة تأجرها في الويك إند. مثال، يومين في الأسبوع يغطوا قسط التأمين، بس خد بالك من الصيانة والقواعد. 8، منتجات رقمية تتباع وانت نايم، قوالب سيرة ذاتية، شية ميزانية، صور أو فيديوهات ستوك. مثال، ترفع قالب PDF مرة يتباع عشرات المرات من غير مجهود إضافي. نصايح سريعة، ابدأ صغير واختبر فكرة واحدة، خلي التحويلات أوتوماتيك لما تقدر، واوعى أوهام الثراء السريع. إحنا عايزين مصدر دخل هادي ومستمر. الخلاصة، قسم فلوسك بين أمان بسيط وحاجات ترمي لك دخل كل شهر أو كل ربع سنوي. خطوة صغيرة كل شهر هتفرق كتير بعد سنة. إخلاء المسؤولية، المعلومات دي للتوضيح العام فقط وليست نصيحة مالية. لازم تستشير مستشار مالي معتمد قبل أي خطوة، والقوانين بتختلف من ولاية لولاية. لو الحلقة فادتك اعمل لايك وتابع القناة عشان تشوف الحلقات الجاية، وقول لنا في الكومنتات بتتفرج علينا منين، ولو في أمريكا أنت في أنهي ولاية، وأول فكرة هتبدأ بيها إيه. سلام دلوقت ونشوفكم في الحلقات الجاية.